بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة هنتكلم عن صلاة التراويح. صلاة التراويح اللي بتصليها في رمضان في الجوامع بعد العشاء. صلاة التراويح طبعا زي ما احنا عارفين هي من النوافل، يعني لو انت ما عملتهاش لا تأثم، ولكن احنا في رمضان فاحنا محتاجين نعملها. اللي انت طول السنة قاعد بتعك إلا من رحم ربي، طبعا طول السنة بتعك، ودي فرصة ذهبية، حاجة الناس كلها بتعملها. بالمناسبة صلاة التراويح هي من صلاة قيام الليل، وصلاة قيام الليل في الأغلب أنت بتبقى بتعملها في بيتك في الفترة الطبيعية، يعني في الشهور الطبيعية بتعملها في بيتك في فترة بالليل. مش بتلاقي حد يشجعك، مش بتلاقي مسجد بيصليها في العادي، مش بتلاقي مسجد بيصلي قيام ليل في العادي. لكن في رمضان لأن احنا عايزين نشجع بعض، عايزين الثواب يتضاعف، وبننشر العبادات في كل حتة، واللي مش بيصلي بيصلي، واللي مش بيتصدق بيتصدق و ف بنعملها طاعة كده، يعني ايه، حاجة عبادة جماعية. ففرصة كبيرة جدا ان انت تتخذها وتتشجع لو أنت مش بتصلّي قيام الليل. ما ينفعش تفوّتها، هي نافلة بس بجد ما ينفعش تفوّتها، لأن هي فرصة ذهبية ليك. تخيّل كده، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش فاكر نصّه هاكتبه، هاحطّه هنا، بس اللي هو بيقول إيه، اللي هو لو أنت صلّيت مع الإمام من الأول لحد أمّا يسلِّم للآخر، اللي هو صلاة التراويح من أولها لحد الشفع والوتر في الآخر، اللي هو في ناس حرفيًا بتسيب الوتر، فاهم، سلام عليكم، يا عمي يا عمي كمّل معاه، دي ركعة مش حاجة. في يقول لك أنا هاكمّل ومش هاكمّل، يا عم صلّي الوتر معاه، خُد الأجر اللي هاقوله دلوقتي ده. الأجر إيه؟ هو إن أنت إن شاء الله بيكتب لك قيام ليلة كاملة، ليلة كاملة، ليلة من أول الليلة لحد الفجر. تخيل أكنّك قاعد بتصلّي كل الساعات دي، حاجة أنت لا يمكن هتعملها في حياتك، فاهم، برضه إلا من رحم ربي، في ناس عادي تعملها ما فيش مانع، بس أقصد أغلب الناس ما حدّش بيعملها، فتخيل تاخد كل الأجر ده. تخيّل، حاجة كبيرة جدًا. بالمناسبة أنا ما صليتش النهارده التراويح في الجامع، للأسف ما كنتش في البيت وما كنتش عارف إن أنا أصلّيها في الجامع. طيب هل كده حاجة وحشة؟ بالعكس، عايز أقول لك في حديث برضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك إن برضه فيما معناه، أنا مش فاكر النص أوي، بس اللي هو اجعل جزء من صلاتك لبيتك، يعني خلّي بيتك يكون فيه جزء من صلاتك، بالذات النوافل. فصلاة التراويح بالعكس، أنت يُستحب كمان إن أنت تصلّيها في البيت، بس زي ما أنا باقول لك أنت يعني مش هتتشجّع، أو إحنا مش بنتشجّع دايمًا، فبالتالي بنحتاج إن إحنا ننزل الجامع. لو نزلت الجامع بتلاقي أمة لا إله إلا الله في الشارع بتصلّي معاك، فحاجة كده جميلة بتشجّعك. بل بالعكس أنت مش شرط تروح، طبعًا عشان في ناس بتكسّل والموضوع مُتعب، تمام، إن أنت تُقف تصلّي ساعتين وبتاع، وفي ناس بتصلّي ب3 أجزاء، وفي ناس في ناس مساجد ما شاء الله عليها بتصلّي بأجزاء كتيرة جدًا وأعداد كبيرة جدًا، وبتصلّي وقت طويل جدًا، بتقعد 3 ساعات بقى الصلاة وبتاع. تمام، في ناس مش قادرة، في ناس مش قادرة عادي، في ناس بتزهق عادي، في ناس وراها شغل، وراها دراسة و. مش شرط تروح دول، يعني عادي روح المسجد اللي بيصلّي نُص ساعة. أنا شخصيًا باروح مسجد بيصلّي يعني نُص ساعة، وساعات بيقلل عن نُص ساعة كمان، ويا دوبك اللي هو إيه، لا بياكل، مش بياكل اللي هو الصلاة تشُك فيها هل الصلاة دي أصلًا مقبولة والّا لأ، وفي نفس الوقت مش اللي هو فاهم، مش بيطوّل معاك أوي لأ، بس حاجة معتدلة جدًا، فاهم، إن شاء الله بتاخد بيها الأجر وخلاص تمام، أنت عملت اللي عليك. ف صلاة التراويح ما ينفعش تفوّتها، في فرص كتير جدًا ليك في الشهر ده ما ينفعش تفوّتها، ومنها بقى صلاة التراويح. بل بالعكس، صلاة التراويح بتثبت لنا كلّنا إن إحنا عندنا القدرة على قيام الليل، بس إحنا مش بنقيم الليل. يعني أنت عندك القدرة على قيام الليل، صلاة التراويح بتثبت لك حاجة زي كده، أنت إن شاء الله يعني تكون بتعملها كل يوم. ف زي ما قُلت لكم أنا ما صليتهاش النهارده في الجامع، بس إن شاء الله ناوي إن شاء الله أصلّيها في البيت بعد الفيديو ده. آآ آآ كان في حديث آخر كنت عايز أقوله مش فاكره، آآ مش فاكر، بس يعني إيه، إن شاء الله كان حديث اللي هو إن هو نجعل جزء من صلاتنا للبيت، ده كان كافي. كان في حديث تاني يخُص الموضوع بس أنا ناسي الصراحة. بس أيًا كان، أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، وشكرًا إنك شُفت الفيديو، وإن شاء الله ننتظر فيديوهات أخرى. شير بقى، شير، بُص شير بقى، أنا ما باقولكش شير في المعتاد، شير، ده لإن الدال على الخير كفاعله، وناخد حسنات على قفا بعض، وأشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.